حابب أشارككم حاجة عايزين نتفق عليها ودايما تكون ثابتة معانا في حلقاتنا، إن في كل حلقة في آخر الحلقة هنقول نصيحة صغيرة جدا لأي هاوي تربية أسماك زينة أيا كانت الطريقة اللي بيتبعها أو بيحب إن هو يربي السمك بتاعه بيها، يقدر يستفيد منها ويخلي باله منها علشان يحافظ نوعا ما بقدر الإمكان على الأسماك بتاعته والكائنات اللي بيحبها واللي بيحب إنه يربيها. اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم ذا ناتشورال اكواريوم. في البدايه خلينا نتفق مع بعض ان دايما عامل الزمن او الوقت بالنسبه لاي حوض سمك ايا كانت الطريقه اللي اسست بيها الحوض ده، ان كانت تقليديه او طبيعيه، بيكون عامل مهم جدا ومؤثر جدا على حياه الحوض واستمراريته في المستقبل. والوقت هنا او الزمن اللي احنا بنتكلم عنه فيما يخص احواض السمك تحديدا ما بيكونش يوم او اتنين ولا اسبوع ولا اسبوعين، لا طبعا الزمن بالنسبة لأي حوض سمك ايا كان بنبتدي نتكلم عنه بالشهر بالشهرين. حوض السمك في اول 3 شهور غير في تاني 3 شهور غير بعد 6 شهور غير بعد سنة وهكذا. حوض السمك لما بتأسسه بالطريقة التقليدية المعتادة اللي كلنا عارفينها واشتغلنا بيها في فترات كتير، وحضرتك أكيد اشتغلت بيها إن ما كنتش لسه ما زلت حتى الآن شغال بيها، بيكون دايما في بدايته حوض منظم ومهندم، ودايما بيكون بالشكل اللي انت كنت متخيله، لأنك لما أسسته وبدأت في تكوينه وتجميع مكوناته جمعته بخيالك وبالشكل اللي انت كنت متخيله، وجمعت مكوناته بالطريقة اللي انت عايزها، فبيبدأ يظهر بشكل جميل جدا ونظيف جدا ومبهر جدا. ويفضل حوضك التقليدي اللي اتأسس بالطريقة التقليدية مستمر معاك بالشكل الجميل المبهر المتوافق مع خيالك اللي انت تخيلته بيه وبدأته بيه لفترة من الزمن. تمر بعد كده الأيام والأسابيع والشهور، تبدأ تلاحظ ان الحوض بدأ يسوء وبدأ مستواه ينزل وبدأ يظهر فيه المشاكل اللي بتخلي بعد كده شكله يبدأ يتغير ويبدأ يمر بمراحل متغيرة يبدأ فيها في رحلة الانهيار بتاعه. أمونيا تعلى، نيتريت يزيد، نترات تتراكم، أمراض تبدأ تظهر، يبدأ يحصل موت لبعض الأسماك بدون أي مبررات أو إشارات سابقة، طحالب تبدأ تسيطر، روايح كريهة تبدأ تظهر من الحوض مع مرور الوقت، وهكذا وهكذا. وده دايما بيحصل بعد فترة من الارتباك والتوتر ليك كمربي وهاوي وللأسماك اللي عايشة معاك وجميع الكائنات الحية اللي موجودة في حوض السمك بتاعك. وتبدأ رحلتك في محاولات انك تلحق الحوض بتاعك بالسيطرة على الأمونيا والنيتريت والنترات، وتبدأ رحلة العلاجات والإضافات، وفي الآخر الفشل. وده دايما بيحصل في الأحواض التقليدية، لأنك دايما لما بتبتدي الحوض التقليدي بتاعك بتكون مكوناته نظيفة جدا وتقريبا نقدر نقول عليها شبه معقمة بالنسبة لبيئة الأسماك اللي بتحب تعيش فيها. بتبدأ بجرش جديد، فلاتر جديدة، الحوض نفسه ممكن يكون جديد، مية جديدة، وحتى لو بتستخدم فلاتر كانت مستخدمة قبل كده في أحواض علشان يبقى فيها بكتيريا نافعة، مش ده اللي بيقدر يدي للحوض بتاعك القوة البيولوجية اللي يقدر يعتمد فيها على نفسه في إنه يحتوي على كائنات حية تعيش فيه وتعتمد على نفسها فيه وتعيش فيه بصحة جيدة بدون أي عقبات أو مشاكل تقابلك وتواجهك. وفي الوقت ده تحديدا اللي هو بداية الحوض التقليدي بيكون لسه الحمل البيولوجي فيه ضعيف جدا، ولسه الأسماك ما بدأش يتراكم فضلاتها وغيره من المواد العضوية اللي بتدخل جوه الحوض مع مرور الوقت. لما بيبدأ الوقت يمر وتبدأ تتراكم الفضلات والمواد العضوية داخل حوض السمك، حتى مع تغييرات المية الدورية اللي ممكن تكون بتعملها ومحاولاتك اللي بتمارسها للحفاظ على نظافة الحوض،
دايما التراكم ده مع الوقت بيبدأ يظهر بالمشاكل اللي اتكلمنا عنها، واللي من غير ما نتكلم عنها انت عاصرتها وشفتها بعينك في حوضك وفي أحواض غيرك. وحتى لو كان الحوض مزروع بالنباتات وتأسس بالطريقة التقليدية، يبدأ في البداية وفي أول نشأته بيكون في شكل جميل جدا ويبدأ يزدهر والنباتات تزدهر، ومع مرور الوقت وحدوث التراكمات اللي دايما بنتكلم عنها يبدأ يركب الزحليقة ويبدأ رحلته في الانهيار. وزي ما دايما بنقول إن الأحواض الطبيعية ليها فلسفة مختلفة تماما عن فلسفة الأحواض التقليدية، وده لأنه بيتكون من مكونات مختلفة عن الحوض التقليدي تماما، لأننا دايما بنبتدي بتربة طينية حيوية مليئة بالكائنات الحية الدقيقة وأنواع كتير من البكتيريا، غطيناها بطبقة من الرمل ودايما بتكون عميقة، زرعنا الحوض بكثافة، فممكن في بدايته يبتدي عكس بداية الحوض التقليدي تماما ويمر بمراحل مختلفة لحد ما يقدر بذاته وباعتماده على نفسه بدون أي تدخلات يوصل لمرحلة من التوازن اللي كلنا بنحلم بيها ونفسنا نشوف أحواضنا وصلت لها، في ظل إن جميع الكائنات الحية اللي عايشة جواه بتكون عايشة بصحة جيدة جدا، ما بتمرش بأي مشاكل ولا أي ارتباك أو توتر ولا ليها ولا ليك. وده دايما بيحصل في بداية أي حوض طبيعي لأسباب كتيرة ومتعددة، ومن ضمن الأسباب مثلا يعني إن النباتات اللي احنا بدأنا بيها الحوض بتاعنا في الطريقة الطبيعية غالبا ما بتكون جاية من مزارع بتكون بتستخدم النظم المتعارف عليها اللي كلنا عارفينها، زي حقن ثاني أكسيد الكربون والتسميد بالأسمدة السائلة، وعلشان كده بتكون زي ما أنا ما بحب دايما أسميها نباتات مدلعة، بتاخد غذائها بالمعلقة زي ما كلنا بنقولها، فبتكون نباتات ضعيفة نوعا ما. ومش معنى كده ان هي بيبقى شكلها وحش ولا حاجة، ولكن لما بتدخل الحوض الطبيعي بتاعي بتحتاج فترة طبعا في البداية ان هي تتأقلم على النظام الجديد اللي دخلته، وده بياخد مراحل بيمر بيها النبات وبالتالي النظام نفسه، زي ان الاوراق اللي جاية بيها بتبدأ تذبل وتبدأ تموت وتبدأ تتراكم في الحوض. وعلشان كده دايما بنصح ان في بداية الحوض لما ده يحصل ابدأ اشيل الاوراق اللي بتموت دي، لان هنا النبات بيكون بيوجه كل مجهوده وكل طاقته للمجموع الجذري علشان يبدأ ينمو، لان هو ده اللي هيعتمد عليه في الحصول على غذائه من التربة اللي احنا حاطينها في الحوض الطبيعي. وزي ما احنا عارفين ان الحوض الطبيعي بطبيعة تكوينه هو حوض او نظام غني بالمغذيات، فده لما بيحصل في بداية رحلة الحوض طبعا بيكون حمل بيولوجي عالي عليه. وعلشان كده بعيد النصيحة تاني وبقول دايما لو في أوراق نباتات لسه بتتأقلم في بداية الحوض نحاول نشيلها بلطف بقدر الإمكان علشان ما زودش الحمل البيولوجي على الحوض في بداية تكوينه. وده بالتالي لما بيحصل لأن غصب عنك كده كده في أوراق هتتحلل وهتكون مغذيات تتراكم على سطح الطبقة الرملية بتاعت الحوض بتاعنا، وده بنشوفه تقريبا في أغلب الأحواض الطبيعية في بداية رحلتها، ما بتستمرش معاها لأن ده بيزود الحمل البيولوجي زي ما قلنا، فبالتالي بتبدأ تحالب تلاقي وفرة من المغذيات اللي تقدر تنافس عليها فتبدأ تظهر وتزدهر. وعلشان كده بكون حساس جدا في الفترة الأولانية بتاعت أي حوض طبيعي بالنسبة للإضاءة، علشان ما يحصلش زي ما قلنا قبل كده كتير سيطرة من الطحالب وتبدأ تستولي على الحوض وتبدأ تغطي النباتات وتخنقها، وبالتالي بنبدأ نلاحظ تكاثر في أعداد القواقع والحلزونات اللي ممكن تجيلنا مع النباتات أو إحنا بنجيبها بنفسنا، لأنها بطبيعة الحال لقت وفرة من المغذيات اللي هي بتعتمد عليها في نموها وتكاثرها، فنبدأ نلاحظ كثرة في أعدادها.
وللأسف بعض الهواة وبعض حتى المحترفين بيسموا القواقع دي قواقع مضرة، وأنا مش شايف إن في أي كائن حي ممكن يكون بيعيش داخل حوض السمك ممكن يكون مضر، لأن أكيد بيبقى ليه دور ودور مفيد ومهم جدا مش هقدر أعوضه في حالة غيابه وعدم وجوده في الحوض بتاعي. ممكن أيضا ألاحظ إن الحوض أو المية اللي في الحوض بتاعي بدأت تمر بمراحل في بداية تكون الحوض. ممكن ألاقي المية بدأت في عقارة خفيفة، وهنا دايما بلاحظ زي ما بقول وبنصح دايما صحة الأسماك والكائنات الحية اللي عايشة في الحوض بتاعي في الفترة دي طول ما سلوكها طبيعي ومفيش أي بوادر لأي مشاكل ظهر عليها، يبقى أنا بفضل معتمد على النظام بتاعي وما بتخذش أي إجراءات من ناحيتي. لأن ممكن برضو ألاقي المية كأنها متربة شوية، وده نتيجة تراكم المغذيات اللي لسه النظام مش قادر ان هو يحتويها ويستهلكها كلها. ولكن مع مرور الوقت اللي اتفقنا عليه ان هو مش باليوم ولا بالاسبوع، بعد شهر غير بعد 3 شهور ببدأ الاقي الحوض بتاعي بدأ يوصل لمرحلة جيدة جدا من الاستقرار، وبدأ النباتات فيه تزدهر، وبدأت تنافس الطحالب على جميع المغذيات اللي موجودة في الحوض بتاعي، وبدأ يوصل لمشهد أو لمظهر أنا نفسي ما كنتش متخيله ولا كنت مخطط له. بل بالعكس، يمكن في بداية تكوين الحوض الطبيعي ممكن يكون في بعض العشوائية لو مش هحط شوية ديكورات من الصخور المتحجرة أو الأخشاب زي الدريفت وود وغيرها. ممكن الاقي الحوض بشكله في توزيعة النباتات على سطح طبقة الرملة اللي انا حطيتها مع وجود المية فيها وبدأت فيه الاسماك مش الشكل اللي انا كنت بحلم بيه او اللي انا كنت عايزه. ولكن مع ازدهار النباتات وتأقلمها داخل الحوض الطبيعي، وانها تبدأ تسيطر على المغذيات في الحوض بتاعي، ومع الوقت كده انا بدأت أزود أعداد الأسماك والكائنات الحية وتنوعها داخل النظام، ببدأ أشوف نظام كامل مبهر في شكله وفي سلوكه وفي طريقة أدائه وتطوره من تلقاء نفسه بدون أي تدخل مني. وهنا بتكون المتعة الحقيقية لما بتبدأ تشوف وتلاحظ كل المراحل اللي مر بيها الحوض الطبيعي بتاعك من خلال متابعتك ليه بدون أي تدخل وباعتماده الذاتي على نفسه. مجرد ما سكان الحوض بدأوا يلاقوا غذائهم المتناسب مع أعدادهم وكمياتهم اللي موجودة في النظام، يبدأ الحوض يوصل للمرحلة اللي مستقر فيها، وهي مرحلة التوازن البيئي الكامل. وبدأت جميع أنواع البكتيريا تلاقي مستعمراتها وتتكاثر وتنمو فيه. وده كله أنا في حاجات طبعا مش بلاحظها بعيني المجردة، ولكن بلاحظها من خلال متابعتي، لأن هلاقي مثلا إن الطحالب بدأت تقل وبدأت كمياتها تتقلص. وبالتالي لأن طبعا الطحالب دي هي مصدر الغذاء الأساسي للقواقع اللي بيسموها ضارة، وهي من وجهة نظري هي قواقع مفيدة جدا. بلاقي القواقع بالتالي بدأت تقل مع قلة كمية الطحالب، وبدأ يحصل البالانس أو التوازن اللي بنقول عليه، اللي بيخلي جميع الكائنات الحية عايشة في الحوض في صحة جيدة جدا. وحتى خلال الفترة السابقة اللي احنا حكينا عليها اللي هي بداية تكون النظام، برضو انا بلاحظ ان جميع الكائنات الحية كانت عايشة في صحة جيدة جدا بدون اي مشاكل. وده اللي يهمني، ان انا ما فقدتش خلال رحلتي اي سمكة او اي كائن حي انا حابب ان انا اربيه في الحوض بتاعي. واللي عايز اقوله هنا ان الحوض الطبيعي هو مش مجرد قطعة ديكور في بيتك او في مكتبك. الحوض الطبيعي هو قطعة مصغرة من الطبيعة عايشة معاك، ومعاه هتقدر تتعلم منه حاجات كتيرة جدا من خلال متابعتك ليه بدون أي تدخلات. هتلاقي النظام قادر بذاته إنه يقدر يوصل لمرحلة صحية جدا لكل الكائنات اللي عايشة فيه من غير أي مشاكل أو ضربات. الحوض اللي ورايا لسه حوض جديد، أنا بادئه تقريبا من 3 أسابيع بالظبط.
بيمر بالمراحل اللي انا بتكلم عليها، واكيد حضراتكم هتلاحظوا شكله عامل ازاي، وهعرض على حضراتكم خلال الحلقة الفيديوهات بتاعة تطوره من اول يوم اتأسس فيه مرورا باليوم اللي وصلنا له النهاردة، وهنفضل متابعين تطوراته وتطور الكائنات جواه. بتعمد ان انا حتى ما امسحش الازاز بتاعه ولا اشيل الطحالب منه علشان اقدر اوصل لحضرتك الصورة اللي انا عايز اوصلها. الطحالب اللي بتبدأ تظهر إن كانت طحالب شعر أو غيرها تقدر تشيلها وتنزعها من النظام بكل سهولة، ولكن هترجع تظهر تاني طالما المغذيات ما زالت موجودة ومتوفرة داخل النظام وبالحد الأعلى من احتياج الكائنات اللي موجودة جواه. النباتات بتبدأ تزدهر وتبدأ تكبر وتنمو وتنافس على جميع المغذيات، تبدأ الطحالب في ان هي تختفي بالتدريج وتبدأ تنهار بالتدريج لحد ما تختفي تماما. وده اللي احنا هنلاحظه مع بعض وهنتابعه في احواضنا كلها، وده يمكن انتوا شفتوه في الاحواض اللي سابقة اللي كانت بتظهر في الفيديوهات اللي قبل كده، علشان كنا دايما بنحاول نصورها معاكم، ولكن كانت بعد ما وصلت لمرحلة الاستقرار اللي احنا بنحكي عليها. علشان كده حبيت ان انا ابدأ معاكم حوض من الاول نمر فيه بجميع المراحل اللي بيمر بيها ونبدأ نتابعها ونشوفها بنفسنا. هنا النباتات اللي انا دخلتها الحوض دوت هي خارجة من حوض طبيعي، فهي متأقلمة على الحوض الطبيعي، فيمكن ما مرتش بمرحلة التدهور اللي اتكلمت عنها. ولكن لو جبت نباتات من مزرعة زي ما بنقول كده مدلعة النباتات بتاعتها بحقن CO2 والأسمدة الصناعية أو الكيميائية السائلة اللي بتضاف دايما للأحواض علشان تزيد من معدل تكاثرها ونموها، وده عادي جدا انه يحصل في مزرعة عايزة تنتج عشان تقدر تكفي حجم الطلب على منتجاتها. ولكن لما احنا هنخرج النباتات من حوض طبيعي متأقلمة على النظام الطبيعي والبيئة الطبيعية وبدأت تعتمد على نفسها في الحصول على غذائها من خلال المجموع الجذري اللي هي الجذور بتاعتها اللي هي دعمتها بقوة، وبدأت تطلع نموات جديدة وبراعم جديدة وأوراق جديدة، بتبدأ تسيطر هي على المغذيات اللي موجودة في الحوض، ويبدأ يظهر الحوض بالشكل اللي كلنا نفسنا نشوفه فيه. نصيحة النهاردة طبعا بمناسبة الأجواء الشتوية اللي كلنا بنمر بيها، وهي السخان ومدى أهمية درجة الحرارة لأي حوض سمك أيا كانت طريقة تأسيسه مهمة جدا 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 في الأجواء اللي احنا فيها. أغلب أسماك الزينة اللي احنا بنربيها أسماك استوائية جاية من مناطق دافية بتحب المية الدافية، درجة الحرارة ما تقلش عن 27 درجة إن ما كانتش 28. ما تعتمدش على السخانات الاقتصادية الرخيصة، استثمر في السخان بتاعك، ادفع فيه فلوس وانت مطمن، لأنك لو دفعت فلوس اقل واستخسرت انك تدفع فلوسك في السخان واسترخصت فيه هتخسر اكتر من اللي وفرته في خسارتك للاسماك وفي الاحواض بتاعتك. السخان ما تعتمدش على الترموستات بتاعه وظبط درجة الحرارة بتاعته، انت بتظبط سخانك على 28 درجة وبتتابع بالترمومتر، واحبذ هنا ان يكون في اكتر من ترمومتر بعاير بيه علشان ابقى متأكد ان القراية سليمة ومظبوطة. بشوف درجة الحرارة المناسبة 27 ان ما كانتش 28، بتأكد ان السخان قدر يوصل الحوض بتاعي لدرجة الحرارة دي. لو لقيت الترمومتر بتاعي مش واصل بالقراية ل 27 28 هزود درجة في قراية السخان نفسه، لان كده السخان مش قادر يوصل لي المية بتاعتي لدرجة الحرارة المطلوبة. دايما ببقى متأكد ومتابع ان السخان شغال ما بيفصلش ما بيقطعش. طبعا بيفصل مع الوقت كل ما بيوصل درجة حرارة الحوض، المقصود هنا انه ما بيفصلش خالص ان هو باظ يعني. لازم كل شوية ابقى بشوف ان اللمبة بتاعته بتنور وان الكهرباء بتشتغل فيه فيبقى السخان شغال، وبتابع دايما درجة الحرارة مع الأسماك بتاعتي. درجة الحرارة مهمة جدا لأسماك الزينة وتحديدا الأسماك الاستوائية اللي كلنا بنربيها تقريبا. هنستثني سمكة الجولد فيش والكوي، ودي أنا ما بحبسش أصلا تربيتها في الأحواض
العادية بتاعتنا دي بتحتاج برك كبيرة شوية لأنها بتكبر في أحجامها، وموضوعها مختلف شوية عن الموضوع الأسماك اللي احنا بنربيها. شكرا ليكم، وأحب دايما زي ما كل مرة بفكركم اللايك والشير والسبسكرايب لو انت على قناتنا على اليوتيوب. سيب الكومنت بتاعك بأي استفسار حابب تسأل عنه، حابب تقول أي حاجة حصلت معاك من خلال تجربتك مع الحوض الطبيعي أو حتى الحوض التقليدي. بنكون مع بعض صداقات كتيرة جدا. عايزين الفترة الجاية إن شاء الله هنبدأ نكون جروب بيجمع جميع أعضاء ذا ناتشورال أكواريوم اللي بدأوا بالفعل أحواضهم الطبيعية، علشان نبدأ نتبادل خبراتنا مع بعض ونشوف إيه اللي حصل مع كل واحد فينا، ونتعلم من أخطائنا ونزيد من فرص نجاح الأحواض بتاعتنا ونتابعها ونشوفها. الحمد لله بفضل ربنا الفترة دي وصلنا لأعداد كويسة جدا من الأحواض الطبيعية اللي بدأت تتأسس بالطريقة الطبيعية، والحمد لله الناس قادرة تلمس النجاح بتاعها والمتعة بتاعتها اللي ممكن يكونوا كانوا مفتقدينها في الأحواض التقليدية. بندعوك وبندعو جميع هواة تربية أسماك الزينة، حتى لو هتجربها من باب التجربة كده كده انت هاوي، تقدر تجربها في أي حوض صغير. هتجيب التربة، هتحط فوقيها الطبقة الرملية العميقة، هنزرع بكثافة، هنحط المياه بتاعتنا، بنبدأ الدورة البيولوجية بالأسماك بتاعتنا بأعداد مناسبة جدا لحجم الحوض. ما بنبدأش بأي بكتيريا نافعة، ما بنبدأش بأي مواد كيميائية أو إضافات خارجية على النظام. بنبدأ دايما بكل المواد الطبيعية اللي بنكون بها النظام، وبنسيبه يعتمد على نفسه ويبدأ رحلته ونراقبه ونستمتع بيه. شكرا ليكم، ألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.